السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل رقاق فلاحي اللي هو الرقاق الطري بتاعنا. هوريكم انا هعمله ازاي، هعجنه معاكم واخبزه واعمله في الفرن واوريكم كده واوريهولكم. يلا بينا اوريكم هعمله ازاي وقولي ايه رايكم فيه. وما تنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. النهارده يا حبايبي هعمل رقاق اللي هو الرقاق الفلاح الطري بتاعنا. معانا شعرة ملح، كل دقيقة اهو حطيت عليه شعرة ملح، ومعايا لبن رايب بوشه، يعني هو قرب مني بوشه كده بالقشطة بتاعته هنعجن بيه. كان عندي كيلو لبن وسبته قرب مني وبالقشطة بتاعته بالخير بتاعه، يعني نعجن بيه، نعمل اللي هو الرقاق الفلاح اللي هو الرقاق الطري. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كيلو دقيق واحد اللي انا عاملاه على قد اللبن اللي كان عندي. نحط برضو معلقتين سمنة مع القشطة اللي كانت على وش اللبن اهي، سمنة اللي هي السمنة العادية. تبقى مع القشطة يعني. اكمل عجن بقى واوريكم عشان هي ما اطولش عليكم في الفيديو. اهي يا حبايبي عجنتها اهي خلصتها عجينه اهي. هقطعها بقى. نقطعها كده قد ايه قد بعضها بقى، نعملها كلها كرات كده قد بعضها. كلها كده تبقى قد بعضها. كل واحد بقى حسب ما هو عايز يخليها صغيره يخليها كبيره يخليها، كل واحد يعمل الحجم اللي هو عايزه يعني. اكملها بقى تقطيع واوريكم عشان بس ما اطولش عليكم. حبايبي قطعناه كلته اهوت، نقطعه كلته كده كور كده قد بعضه. هنبطط بقى واوريكم هنعمله ازاي. هنبططه بقى، اغطيه كده بس على على ما اولع الفرن، وبعدين هنبطط بقى واوريكم. يا حبايبي بقى هنبططه اهوت. تبطيطه سهل خالص يعني، ما بياخدش حاجه. اهي حطها على اللوح بقى.
بقى واحده كمان. اهي سهله خالص، ما فيهاش حاجه. اهي مش عايزه بقى اطول عليكم في الفيديو، هبططه بقى واوريكم وانا بخبز برضو. يعني هبطط واحدتين كمان واوريكم وانا بخبزهم بقى. اهو يا حبايبي هنخبزه اهو في الفرن. اهو ما بياخدش اي خبيز ولا اي تبطيط ولا اي حاجه. اهو يا حبايبي بقول ايه رايكم كده؟ بص جميله. نعمله كده على العود عشان نحمر الوش بتاعه. الفلاحين هتلاقوهم عارفين الكلام ده كلته يعني. احنا فلاحين بس جدعين قوي برضه يعني. طيب يا حبايبي طلعناها من الفرن اهي. هنعمل بقى اللي بعدها. تتحرق ده يا حبايبي اهي. نحط بقى اللي بعدها. اهي بسرعة جميلة اهو يا حبايبي الرقاق اهو. واللي بقى ايه رأيكم فيه اهو، ولين خالص اهو. ده الرقاق اللي هو الرقاق الفلاحي بتاعنا اهو، جميل اهوت. واللي بقى ايه رأيكم فيه؟ ما تنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.